سيد رئيس الجمهوريه قال لك لا، المواطن تاعي لازم يشرب بانتظام ويكون عنده تزويد الماء الصالح للشرب. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. في تطور سريع ولافت، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إنهاء مهام وزير الري في خطوة تعكس حالة استعجال وغضب من الوضع الحالي، خاصة مع المشاكل المتواصلة في توزيع الماء الصالح للشرب. الحكاية ماهيش تبديل عادي في المناصب، القرار هذا جاء بعد ما كثير مواطنين اشتكوا من الانقطاعات والتذبذب، خصوصا في مناطق كيما عنابة وين ولات مسألة الماء تقلق يوميات الناس بشكل مباشر. اللي بان واضح أن الرئيس ما حبش يبقى يتفرج ولا يكتفي بالوعود، بالعكس أعطى إشارة قوية اللي الملف هذا أولوية قصوى، وعين الأمين العام عمر بقروه باش يشد القطاع بصفة مؤقتة مع تعليمات صارمة: لازم يتحسن التوزيع ولازم المواطن يلقى الماء بانتظام، خاصة قبل ما يدخل الصيف. وزيد الدولة صرفت مبالغ كبيرة على مشاريع كيما محطات تحلية مياه البحر اللي كان المفروض تعطي إضافة قوية، أما النتائج ما كانتش في المستوى المطلوب، وهذا زاد من حدة القرار. كثير محللين شافوا اللي صار موش كان إقالة، بل رسالة مباشرة. في 2026 المسؤولية في الجزائر مربوطة بالنتائج، واللي ما ينجمش يحقق المطلوب ما عندوش بلاصة. أما السؤال اللي يطرح روحه: هل القرار هذا باش يبدل فعلا الوضع، ولا المشكلة أعمق وتستحق إصلاحات أكبر من مجرد تغيير شخص؟ المواطن تاعي لازم يشرب بانتظام ويكون عنده تزويد الماء الصالح للشرب بانتظام. احنا عندنا الحمد لله 400 مليون دولار ستاسيون ديسالين تاع كلفت الدولة 400 مليون دولار، لازم نتيجة، والنتيجة بكم. غيروا السياسة، غيروا السياسة تاعنا تاع لا مينتينونس تاع الصيانة للمحطات لكل هذه المصانع تاع تحلية مياه البحر.